السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد، والنهارده هقول لك معلومة حلوة قوي، يا ريت تستفيدوا بيها وتفيدوا بيها اصحابكم. حاجة كده بقى ايه، ترند جديد، ازاي تحفظي الخضار من غير ما تحطيه في مصفى. حتى المصافي الجديدة اللي بتتركب دي في الرف برضو الخضار بيرجع يعرق فيها، وبيحصل ان هو ايه، بيبوظ مننا وبيدبل، خصوصا الخيار. طبعا انتوا عارفين الخيار عشان تحفظيه كويس بتقعدي تلفيه طبعا كل واحده في منديل، وبعد كده تحطيهم في علبه وبتقفلوا عليهم. والليمون كذلك الامر، يا اما ورق كراسه ابيض، او تحطيه مثلا في بطرمان الليمون، وبرده بتحطي معاه معلقه ستانلس، والكلام ده كله برده بالليمون بيبوظ، بنرجع نقفل. امال نعمل ايه؟ في بقى حاجه حلوه بقى جديده طلعت وفعلا حافظت الخضار، وكمان خصوصا الخضره. بس الخضره تغسليها وتسيبيها تصفي كده على مصفى كده بتاع 10 دقايق ربع ساعه، وتدخليها منديه كده جوه الحاجه اللي انا هقول لك عليها. والطماطم بقى نفس الحكايه، والخيار بقى مش هتحتاجي ان انت تلفيه ولا تتعبي نفسك. هتحطيه بقى ايه في اللي هقول لك عليه، في الكيس اللي هقول لك عليه، وهتحطيه بقى في درج التلاجة. افتحي درج التلاجة كده واعملي كل حاجه في كيس. ايه الكيس؟ كيس بلاستيك؟ لا مش كيس بلاستيك، ده حاجه تانية بقى نعملها بقى زي اهالينا كده. والملوخيه الخضراء بقى ممكن تجيبيها وتقعد عندك كذا يوم كده اهوت من غير ما تقطفيها ولا اي حاجه، تلفيها زي الخضره كده وتدخليها فين في التلاجة، وتعمليها بكره تعمليها بعده عشان ما تسودش منك او الورقه بتاعتها تصفر. ايه هو بقى؟ حيرتينا. هقول لكم اهو، انا جايه لكم بالمعلومه دي جديده جدا. هتحطي جواها الليمون. طبعا كلنا بيجينا الاكياس دي وفي الاخر يا اما بنرميها في الزباله او بنستخدمها عندنا بنحط فيها اي حاجه وبرده بنرجع نرميها. هنستفيد بقى حاجه في ثلاجتنا. هتحطي بقى كل حاجه وحديها كده، وتحطي الفلفل مع الفلفل الحامي، في طماطم واحد، الفلفل الحامي والفلفل البارد، وتحطي الخيار وحديه. عايزه تحطي الطماطم مع الفلفل برده هيشيل حسب الكيس اللي هيبقى موجود عندك. حيرتينا وقولي لنا بقى الكيس. هقول لكم انا الكيس دوت انهي كيس اللي بتحفظي فيه. بصوا الاكياس اللي بتجيلنا دي كلها، عارفين الاكياس دي؟ مين بقى ما بيجيبوش كيس زي دوت؟ سيبنا من العالم اللي فيه. بص الاكياس دي عارفينها انهي؟ الاكياس اللي هي القماش، عارفينها الاكياس اللي بنيجي فيها الهدايا، القماش دي اهي. الاكياس دي بتيجي فيها الهدايا طبعا، كلنا بيبقى عندنا الاكياس دي. طب انت هتعملي بيها ايه؟ هتحطي كل حاجه وحديها. مثلا هحط انا مثلا، كلنا بيجينا اكياس بصوا مشكله زي كده صح؟ ديت فيها اللي بيبقى فيها يد اهي، كلها بيبقى فيها يد، او حاجه مثلا جايباها فيها اي حاجه من غير يد. بصي كلنا بنجيبها، مش عايزه بس عشان ايه الاكياس عليها اسماء. بصوا الاكياس دي كلها، خلونا طبعا بيبقى عندنا اكياس زي دي ساعات بنحط فيها حاجات في الدولاب او في الدرج. لا استخدميها بقى في درج التلاجة او على الرف لو انت عندك مكان في الرف. حطي بقى كل الخضار، خصوصا بقى الخضره بقى، الخضره زي ما تدخليها منديه وتلفيها كده في الكيس. انا لو عندي خضره كنت في على الرف، تبقى مفيش خضره وتدخليها بقى على رف التلاجة. او الملوخيه نفس الحكايه. وامسكي بقى مثلا ايه، انا هحط مثلا الطماطم بتاعتي زي كده، هدخلها. بصوا احط الطماطم زي كده، تحطي بقى كل طماطميه كده اهوت اهو. الطماطم مثلا زي كده، ممكن احط معاها ايه، الفلفل براحتكم اهو. الفلفل اي هحط بقى ليه، مش هتعرق ابدا. هتحطي زي ما انا حطيت كده اهوت، وهتحطيها فين؟ في درج التلاجة. تحطيها زي ما هي بقى كده اهوت، تلفيها نص لفه كده ايه، اقفلي اليد دي بس إيه عشان ايه الهواء بس ما يخشش وينشف الخضار. هو مش هينشف، هو اي عرق هيجي للخضار هتبص تلاقيه ايه، شربت الكيس ده شربه، هيشربه ومش هتبقى عندك اي خضار هيبوظ. هيجي عندك هيحتفظ عندك بالايام كده. خصوصا الخيار طبعا ما فيش عندنا الخيار ده بنقعد نلف بقى. احنا عايزين ايه، نستسهل الوقت بقى، نستسهله بقى الوقت، مش كل شويه ايه نقعد نضيع الوقت ايه في الحاجات اللي زي كده. حط الخيار زي كده ودخليه بقى، يعني هو بص انا عشان خرجناه من التلاجة عرق شويه، القماشه هتشرب الميه اللي فيه. احط بقى كل الخيار بتاعي وادخله معايا بقى في التلاجة تاني، احطه في درج التلاجة. اي الوان الاكياس زي ما تكون عندك اي كيس حطي فيه زي كده، واختصري بقى ايه كل الوقت والجهد اللي بيضيع منك في المطبخ في غسيل الخضار. سيبيه على المصفى يصفي كده شويه، وبعد كده حطيه في اكياس زي كده ودخليه في التلاجة. والليمون كذلك الامر، حطي الليمون في الاكياس وانسي بقى. هي بقى كده بقى بيحتفظ معاكي بقى، بيقعد، لان احنا طبعا بنجيب خضار بيبقى عندنا بالاسبوع، بنجيب خضار اسبوع طبعا معروفين احنا، او كل كام يوم بننزل نجيب. بصوا الميه بقى اتشربت كلها. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم.
اكون قدرت افيدكم بمعلومه جديده، وان شاء الله تشوفوني في فيديو جديد ومعلومه جديده وكل حاجه ان شاء الله مفيده. اشوفكم بخير واقول لكم السلام عليكم.